طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، بما يخص زيزو. وزيزو عزيزي المشاهد هو يعني ايه؟ رمانة الميزان حاليا في نادي الزمالك. اصابته اللي بنتمنى له السلامة باذن الله. زيزو هو من ضمن افضل، ان لم يكن هو من افضل 10 لاعبين في تاريخ نادي الزمالك كله. هو مصيره ايه؟ مصيره هيجدد ولا ولا مصيره هيرحل ولا مصيره ايه؟ طيب عشان بس الدنيا ما تتوهش منك، خليني افهم لك الحوار من الاول للاخر. يعني اجيب لك الحوار من الاول خالص لحد ما نوصل لنهاية المشوار اللي هو النهارده. طيب إيه اللي حصل؟ زيزو النهارده هو بالظبط قدامه 6 شهور علشان العقد بتاعه ينتهي. طيب قبل ما يبدأ الموسم كان قدامه سنة. في كلام طلع زيزو يعلن رحيله عن نادي الزمالك، فطلع علينا المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك الأستاذ أحمد سالم وقال لك زيزو موجود داخل نادي الزمالك. خليني أحكي لك القصة من البداية علشان تبقى فاهم إحنا وصلنا لحد فين. ففي حالة إنه اتباع زيزو وهو في عقده سنة، فاللي بيشتري زيزو في اخر سنه هو بيشتري قيمه السنه، قيمه العقد المتبقيه في العقد بتاعه مع نادي الزمالك. فهو مش هيشتري زيزو بعقد كامل، لا هو هيشتري سنه من زيزو، يعني هو هيشتري السنه الواحده. فده رفضوا نادي الزمالك لانه كده هو مش هيدخل له فلوس، او مش هيدخل له مش هيكسب حاجه من ورا زيزو كده، يعني الاستفاده الماليه اللي هو عاوزها مش موجوده. طيب